الأستاذ محمد حسنين هيكل أستاذنا وأستاذ الصحافة، المميزة في الصحافة المصرية لأجيال طويلة، وإن شاء الله يديله ربنا طول العمر. أستاذ هيكل أستاذي قال مرة في أحاديثه أن لو إحنا فقدنا سيناء يبقى مصر هتصبح دولة إفريقية فقط لا غير، لا سواحل ولا كده ولا آسيا ولا شرق آسيا خلاص. فيعني ده طبعا مسألة خطيرة جدا. هو قال الكلام ده ليه؟ قصده ان احنا لابد ان نهتم بسيناء ونهتم بمشاكلها ونهتم بسكانها والبدو بتوعها ونشوف مطالبهم ايه. ايام الرئيس السابق كانت الامن هو الذي يحكم سيناء، يمسكوا ولاد المشايخ يحطوهم في السجن، يوم ايه ما حدش يقدر يتكلم. دلوقتي لا، في حريه وفي انتخابات وفي احزاب وفي ديمقراطيه. فاحنا لابد ان احنا نفرج عن سيناء. ازاي نفرج عن سيناء؟ في مشروعات كتيره جدا في سيناء انها ممكن تتعمل، ارض وزراعه وكده. وفي مشكله كبيره جدا اللي هي الشريط الحدودي اللي ما بيننا وما بين العدو الاسرائيلي. الشريط الحدودي ده القائد ووزير الدفاع قرر او اعلن ان هذه الارض غير متاحه اطلاقا للبيع او التصرف فيها او حتى التمليك. طيب الحل ايه؟ لابد مين اللي يزرع الارض دي؟ مين اللي يهتم بالارض دي وهي مش ملك حد؟ لابد ان احنا نشوف حل الحكايه دي، بالجانب ان احنا انا مره حضرت نقل ميه النيل من الارض المصريه الارض السيناويه، ازاي تحت القناه، وفي صحاره اوريدي موجوده تحت القناه بتعدي الميه هناك، وممكن نعمل حوالي 250,000 فدان نزرعها هناك. احنا ليه ما بنعملش المشروعات دي؟ ليه ما بنهتمش بولاد سينا كلهم؟ ولاد سينا دول ولادنا، دول مصريين 100%، مصريين حتى النخاع، هم اللي بيتلقوا الضربات بتاع الاعداء من الاول، وهم بوابه مصر اللي هي بيخش منها الاعداء من ايام رمسيس الثاني والحيثيين لحد النهارده. هم دول اهلنا واخواننا كده. اذا كنا احنا اتكلمنا عن شمال مصر، شمال لابد ان نتكلم عن جنوب مصر. جنوب مصر بيسكنوا اهلنا وحبايبنا اهل النوبه العظام، والنوبه دي اسمها عند القدماء المصريين ارض الذهب، وفيها كتير جدا من الفراعنه العظام. وعلى فكره في فراعنه كتير جدا حكموا مصر من النوبه نفسها، وموجودين من النوبه ومسجلين في التاريخ، وشوشهم السمراء الجميله جدا. وفي اهرامات لحد النهارده موجوده من عند جنوب السودان، جنوب النوبه لحد النهارده موجوده. هذه الاهرامات موجوده ومسجله وممكن نزورها. وكان يعني انا عاوز اقول ان اهل النوبه ولادنا واجدادنا ومننا بنا. احنا ليه اهملنا النوبه هذا الاهمال الغريب جدا؟ لابد ان هم يخشوا معانا في مشروعات الدساتير وفي الانتخابات، ونشوف مطالبهم ايه ونريحهم تماما. وبعدين نعمل زيارات للمدارس. انا لما كنت طالب في الثانوي كنت بروح في الاجازه رحله الى اسوان والاقصر. ليه ما نمدش الرحله دي بالمركب لحد بلاد النوبه ونزور بلاد النوبه، لاولادنا يروحوا يزوروا بلاد النوبه اللي هي ما حدش شافها قبل كده وما حدش عرفها قبل كده، وده تاريخ عظيم. وعلى فكره اصل المصريين الحقيقي هم واجدادنا هم من النوبه، فمعقول حتى هنتنكر لاجدادنا برضه؟ لا، ما يصحش.